سجلت مع مصابي ثورة قبل كده وعارف الوضع. الدكتور عمرو البكري أضاف معلومة مهمة جدا، قال في القصر العيني بمنتهى البساطة لو جات له إصابة زي كده بيشيل العين يحطها على جنب ويقفل العين. خلي بال حضراتكم، الطبيب المعالج لأحمد الفقي قال له حاجة خطيرة جدا. ده الطبيب المعالج قال له إنه في القصر العيني، طبعا كل واحد يحق الرد يعني، قال له إنه في القصر العيني لما بيجي حد عينه بايظة من أثناء الاشتباكات أو في الثورة أو الآخر بيحصل إيه؟ إنه في دكاترة بتشيل العين من جوه، بيشيلوا العين كلها من جوه كده، بعد الشر على عينين حضراتكم، ويحطوها على جنب واقفل العين. فالحقيقه لما احمد الفقي قالها يعني ما فيش دليل قدامنا، لكن في دليل او في جديد في هذا الموضوع، ويعني ايه، ومش هنسكت. شوفوا بقى رضا عبد العزيز الشاب، هل في صوره ليه يا شباب؟ ممكن بس توريها لي لو في صوره رضا، صوره رضا وهو كان معانا هنا، هتشوفوا الصوره لحضراتكم. لكن هو دلوقتي معانا على التليفون وراح ألمانيا عشان يعمل عملية في عينيه الاثنين لأنه لا يبصر بهما. ازيك يا رضا، أخبارك إيه؟ الحمد لله يا استاذ جابر. كويس؟ الحمد لله. إيه الأخبار في ألمانيا؟ أنت قصدك تقول عين واحدة بس عشان العين الثانية خدوها في مصر. أما أنا بقى عايز أعرف، لا أنا الزملاء قالوا لي إن هم كلموك أو أنت كلمتهم، فقلت لهم الأمر ده. دلوقتي أنت العينين دلوقتي ما بتشوفش بعينيك الاثنين، مش كده؟ طيب. بس عملت عملية في عيني الشمال. عملت عملية في عينك الشمال في ألمانيا. ايه بقى قصة عينك اليمين؟ قالوا لك ايه؟ عيني اليمين ديت الدكتور الألماني فوجئ ان هي مش موجودة، عين صناعية بس هي موجودة. قال لك ايه؟ فوجئ ان هي عين صناعية، مش عين صناعية موجودة. ده رضا قدام حضراتكم، ده رضا ده رضا كان معانا اهوت لابس نظارة، ربنا ان شاء الله يجيبه بالسلامة. ده رضا راح يعمل عملية في عينيه الاثنين، وهو دلوقتي معانا على التليفون من ألمانيا، بيقول لحضراتكم ايه بقى؟ ان هو عمل عملية في العين الشمال يا رضا؟ العين الشمال. طيب العين اليمين بقى قالوا لك ايه بقى في المستشفى الألماني؟ قالوا لي ده عين صناعية اللي موجودة مش عينك الحقيقية. امال فين عينك الحقيقية؟ خدوها في الدمرداش. خدوها في الدمرداش؟ هو النبي ده كلام؟ والله بكلم بجد. طيب يعني ما معناه يعني؟ ما معناه يا رضا يعني؟ اصل دي سخرية يعني، دي يعني اللي انت بتقوله ده. لا يا مستر جابر، انا لما رحت الدمرداش خدوا عيني اليمين شالوها عشان قالت دي مش تنفع تاني. يعني انت ما دخلت الدمرداش يا رضا كشفوا على عينك، كان عينيك الاثنين بايظين مش كده؟ كان عينيا الاثنين بايظين. طيب عين اليمين وقال لك دي مش موجودة. الدكتور الألماني في ألمانيا قال لك لو العين اليمين موجودة كان ممكن نحاول نعمل فيها عملية، كان ممكن نحاول. طيب انت متأكد ان هم خدوها في الدمرداش يا رضا؟ معلش اصل ده اتهام خطير يا رضا. انا ما رحتش في حته غير الدمرداش. معلش يا رضا، ما يمكن، معلش خلينا بس لحد الاخر يا رضا، يمكن معلش اقول ايه بس، يمكن وقعت في المكان مثلا اللي انت اتعورت فيها رضا مثلا. لا يعني لا. طيب لما رحت المستشفى رضا ادوك بنج ولا حاجه؟ المستشفى الدمرداش؟ ادوني بنج وعملوا لي عمليه. وانت اما خلصت العمليه عرفت ان عينيك اليمين اتشالت وحط بدلها عين صناعيه؟ لا ما عرفتش. ولا حد قال لك ان احنا حطينا مكان العين الطبيعيه عين صناعيه؟ لا ما حدش قال لي. يعني انت ما عرفتش ان انت في عينك اليمين عين صناعيه لما رحت المانيا؟ لا ما عرفتش. يعني الدكتور الالماني ولا قال لك كده؟ وضح لي ان عين اليمين صناعيه مش عين حقيقيه. انا فكرت ازاي. طيب انت عندك فكره مين الدكتور اللي كان معاك في الدمرداش؟ اسمه ايه الدكتور اللي كان في الدمرداش يا رضا؟ لا انا لما ارجع مصر ان شاء الله انا هشوف. انت هتستنى ترجع مصر؟ احنا مش هنستناك ترجع مصر. مش هنستناك ترجع مصر يا رضا. يعني اللي انت بتقوله ده يا رضا في منتهى الخطوره.
ده امر يعني، ده اعتداء صريح على حقوق الانسان في مصر، وخيانه مهنيه بحته، وسرقه عينك كده. وبعدين يا ريتها مثلا يعني عارف زي اللي بيخش عنده مغص بيخش يشيلوا له الكليه بتاعته ويبيعوها. فانا عايز افهم بقى الموضوع. انت دلوقتي اكدت لي ان انت لا قالوا لابوك ولا قالوا لك ولا قالوا لحد من اهلك ان هم حطوا عين صناعيه في عينك اليمين، مش كده؟ ما قالوش ليك الكلام ده في الدمرداش؟ لا. طيب انت جاي امتى يا رضا ان شاء الله؟ قالوا لك؟ لا ان شاء الله. انا الدكتور الالماني هيشوفني يوم 9/1 بعد، عشان لما بيأجلوا اعداد راس السنه. تمام 9/1 فيشوفني يوم 9/1. 9/1 بقى اقرر ان انا هقعد في المانيا او هرجع عمر. طب هم قالوا لك ان عينك الشمال ان شاء الله فيها امل؟ ان شاء الله. قالوا لك فيها امل؟ كان الدكتور ان شاء الله 50% فيها امل. طيب واليمين يا رضا؟ واليمين خلاص كده؟ اليمين دي عباره عن بالونه حمراء مركبينها بس. بالونه حمراء. طيب يعني هيعملوا لك عمليه تجميل فيها يا رضا مش كده؟ طيب اكتب خط قطع. النداء بقى يكون لمين؟ يعني النداء بقى، تخيلوا حضراتكم ابنك او بنتك، ربنا يا رب يديكم كلكم الصحه ويدي ولادكم الصحه، اتعور في التحرير او اي حاجه حصلت له في عينه، راح المستشفى، الطبيب او المسؤولين هناك خدوا عينه كده من جوه وراحوا راكنينها كده على جنب وحطوا له عين صناعيه وقفلوها. ما هو الواد مش فاهم. هو الواد فاهم؟ الواد حاسس بحاجه؟ يعني اهم او واحده من اهم الاعضاء او واحد من اهم الاعضاء في الجسم يتشال منك وانت في المستشفى ويتحط على جنب، والفجر بتاع الدكتور اللي يعمل كده يحط عين صناعيه ويقفل العين ولا كأنه في حاجه، ولا قال لهم مثلا انا عملت لكم كذا ولا كذا ولا كذا ولا اي حاجه، ويسيب الراجل يروح المانيا هو وابنه، او رضا يروح المانيا ويروح هناك. طب الدكتور اللي هناك يقول ايه علينا؟ ايه بقى؟ حراميه؟ دكاتره ما عندناش ضمير؟ طيب ايه بقى العقاب اللي في هذا الموضوع او الجزاء اللي يقابل هذا الفعل؟ ايه؟ هل مثلا عشان والد رضا، انا اسف يعني، ما كانش واخد باله من الموضوع؟ ما هو الفرق بين احمد الفقي والاستاذ ايمن الفقي ورضا ووالد رضا انه الاستاذ ايمن الفقي مدير في او وكيل في شركه بترول، وما رضاش يودي مستشفى لان هو عارف بخبرته، عارف ان المستشفى الحكومي بيعمل كده، فما رضاش يودي بخبرته ابنه خوفا من ان هم يلعبوا في عينه بصوره سلبيه. لكن والد رضا راجل على قد حاله وما عندوش خبره كافيه بهذا الموضوع، فبالتالي راح للمستشفى الدمرداش. قامت مستشفى الدمرداش خلعت عين الولد، سرقوها بمعنى اصح وحطوها، وما قالوش ليه ان احنا سرقنا عينك يا رضا. محدش قال له كده. ما قالوش ليه يا رضا معلش يا حبيبي احنا سرقنا عينك وحطينا بدلها عين صناعيه، معلش يا رضا، وسابوا الولد يروح المانيا. طب الحل ايه بقى؟ اي من المشاهدين كده لما يتوقع انه مصاب يخش المستشفى تشد حاجه من جسمه من غير ما يحس من غير ما يعرف وتتحط على جنب وتتحط مكانها حاجه صناعيه، اخر الحلقه ربما يا ريت حد يعني ما هو بدايه منين بس، ما انا مش والله ما عارف اقول لمين بنوجه له نداء، والله ما عارف، والله العظيم ما عارف اقول لمين، بدايه من المشير ولا بدايه من المجلس العسكري لحد ما تحت. يا رضا. نعم. رضا انت عايز ايه يا رضا نعم. دلوقتي يا رضا؟ قول لي عايز ايه يا حبيبي دلوقتي؟ انا مش عارف والله اقول لك ايه. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ قول لي يا حبيبي عايز ايه؟ ولا عايز تكلم مين؟ ولا عايز تقول لي مين؟ ولا ما فيش حد نكلمه في البلد يا استاذ جابر. هنكلم مين؟ ما فيش حد في البلد نكلمه. هو في حد حكيمه عشان نكلمه؟ مفيش حد ما حكيم. لو فيها كبيره هنكلمه.
انا عايز حق عيني اللي راحت، ده اكتر ولا اقل. هو الجرح بيقول ان الدكتور قال لك لو كنت جيت من الاول يا رضا كنت زمانك خفيت في عينيك الاثنين، مش كده؟ يا رضا يا استاذ الدكتور جابر. قال لك لو كنت جيت لي من الاول كنت اه خفيت، كنت مش كده؟ خفيت عين واحده عشان هي اللي موجوده. على عين واحدة. الاقل يعني طالما الثانيه مش موجوده، يعني عينيك آه. الشمال لو كنت جيت بيها من الاول كنت هتشوف فيها بنسبه 100%، كانت العمليه هتتعمل لك على طول، لكن انت اتاخرت بس شويه. تاخر الاجراءات والورق بتاع السفر هو اللي اخرني، فقال لي بنسبه 50%. واحنا كان معانا التقرير الطبي بتاع رضا من مستشفى عين شمس، يعني برضو ما فهمناش منه حاجه، وفي تاخر وتلكؤ والى اخره، وحتى الاجراءات بتاعت رضا وهو جاي يطلع الباسبور برضو الناس بتتلكأ، قعد اسبوعين عشان يطلع باسبور رغم انه حاله المعروف ان هو رايح يعمل عمليه. طيب خليك معانا، يعني هنتابع حالتك يا رضا اما نشوف. ترجع بالسلامه يا رضا ان شاء الله باذن الله، بعد 9/1 كده ان شاء الله ترجع كده. نرجع تاني للدكتور اللي خد عين رضا. بحق المهنة اللي انت بتمتهنها، بحق ضميرك، بحق دينك، بحق تربيتك، بحق اخلاقك، ده اذا كان عندك اخلاق اصلا، اذا كان في اخلاق اصلا يعني، بحق ربنا بقى اللي خلقنا كلنا. انت مش عارف في يوم ان انت هتموت وهتتحاسب على اللي انت عملته ده في الواد الغلبان ده. واحد يخش عندك وعشان الراجل مش مدرك او الولد مش مدرك طبيعة الاجراءات اللي انتوا بتقوموا بيها، تخلعوا له عينه وتحطوه على جنب وتحطوا له عين صناعية وبالونة في عينه ولكنكم عملتوا حاجة. فين مدير مستشفى الدمرداش؟ بلغ لي النائب العام بقى ضد مدير مستشفى الدمرداش، وبلغ لي النائب العام هنجيبها من عند وزير الصحة. وزير الصحة لسه ماسك بقى، ما بقالوش حاجة يعني، ما كانش موجود في وقتها يعني. ما هو مدير هنجيب بقى كل الناس اللي كانوا موجودين في مستشفى الدمرداش وقتها، والحاله بتاعت رضا دخلت لمين واتعمل عمليه من عند مين، وده ما يفرقش بقى لا عن سرقه الكلى ولا سرقه اي عضو من اعضاء الجسم، ولا يفرق اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنسمع عنها والحاجات الخطيره اللي احنا بنسمع عنها. يعني لو رضا ده موجود دلوقتي، يعني لو رضا ده دلوقتي عنده فكرة بالإجراءات اللي بتحصل في ألمانيا، هيلاقي 100 حالة، هيلاقي 100 حالة أو 200 حالة أو 400 حالة من الحالات بتاعته دي، وتشوفوا الناس هناك بتهتم بيهم إزاي. إنما أسرق عينه، يا نهار أبيض. الراجل يخش يعمل عملية أو يخش يصلحوا له حاجة أو يخشوا حتى يعالجوه مؤقتا، يرمموا له الجرح على ما يسافر بره، تطلعوه من غير عين وتركبوا له عين صناعي. مستشفى الدمرداش ومدير مستشفى الدمرداش ولا هو هنا مش حاسس بحاجه، والمسؤولين وحتى الولد لما طلع والله العظيم لا حد عبره من صندوق دعم مصاب الثوره، ولا حد عبره من الدوله ولا مجلس وزراء ولا الاستاذه بنسي عصمت ولا سياده اللواء، ولا حد قال له انت بتعمل ايه، وراح واتسرق وسافر. قالوا له انت جيت يا ابني، ده انت عينيك مسروقه يا ابني، وعلى حساب المانيا مش على حساب مصر، ده انت يا ابني عينيك مخلوعه يا ابني، عينيك يا ابني اتخلعت وانت جاي. حد خلع لك عينك يا ابني وانت جاي؟ انت ما خدتش بالك ان عينك مخلوعه؟ قال لهم لا، ده ركبوا لك يا ابني عين صناعيه. والواد ده ملوش ظهر، ده ملوش ظهر خالص، ولا حد يهتم بيه. ما هو ملوش لا حد في الجيش ولا حد في الشرطة ولا حد في الحكومة، ولا ملوش، ده غلبان. ووالده كان هنا ولا حد يعرفه من المشهورين ولا أي حاجة ولا بتاع، فما حدش يسأل عنه، فما حدش يسأل عنه. وإذا جه النهارده البرنامج، إذا جه بعد ما هيجي مرة ولا مرتين البرنامج ونقول وننادي وصوتنا يتنبح، ولا حد هيسأل. يا اخوانا حد يخش مستشفى
وعنده اصابه في عينه، ياخدوا عينه يحطوها على جنب كده ويسرقوها وخلاص. مفيش حد يتحرك. ده عشان لقوا بيض بايظ في انجلترا، شالوا وزيره البيئه ولا وزيره التغذيه هناك، ما يعادل وزيره التغذيه حاجه كده. يعني انا ما بقولش وشيلوا وزير، هاتوا مدير المستشفى حققوا معاه، حد يستدعيه يا اخوانا. حتى هو احنا حتى الحاجات الانسانيه دي ما بقيناش بنتحرك فيها خالص، ما بقيناش مشغولين الا في الدستور ومين الاول الدستور ولا البتاع، ومين اللي نجح والحريه والعداله وبقيه الاحزاب داخله، ومين الاول ومين الثاني ومين الثالث والكتله والوفد. هو ده اللي بقى يهمنا خلاص. دي حاله بالصدفه كمان على راي عمرو ابو خطوه، دي حاله عرفناها بالصدفه. ده انتوا ممكن تلاقوا 20 30 40 50 حاله. لا وايه، وممكن النهارده اتشالت العين، اكيد هتلاقي واحد قبل كده اتشالت له الكلى، واحد قبل كده اتشالت له الكبد، واحد قبل كده اتشال له الطحال. هو حد عارف حاجه؟ حد عارف حاجه؟ ما هو ناس غلابه كتير جدا بتخش بتتعالج وبتطلع، ما حدش عارف ده مين. وطالما ملوش ظهر هينضرب لما ما فيش، يعني ما ملوش ظهر هياخد على قفاه على طول. ويا ريت انتوا بتبصروه بالحقيقه ابدا. ده انتوا سبتوه كده الراجل على عمال لحد ما سافر، وجم سافر قالوا له ده انت عينك اتشقت. طب حد يهتم بالحاله؟ حد يهتم؟ طيب نشحت حد يهتم؟ نشحت في النبي يعني، نشحت كده. عايز اشحت واحد من المسؤولين، ارجوكم واحد من المسؤولين يعني يشوف هذا الموضوع ارجوكم. يعني هو دكتور ده ولا كان جزار اللي كان بيعمل العمليه؟ مش فاهم برضه. هو دكتور ده ولا يعني؟ يمكن الواد عشان في المانيا ولا حاجه مش بيجمع. يمكن الواد في المانيا يعني رضا ما بيجمعش في المانيا. يمكن ما ركب الطياره ولا حاجه ولا بتاع، عشان ما ركبش طياره قبل كده يمكن ما بيجمعش. يمكن بيقول كلام الراجل بيخرف. يمكن يعني عينه جوه عينه وهو مش واخد باله. ولا يمكن الدكاتره اللي هناك بيستعبطوه، يمكن الدكاتره اللي هناك هم اللي سرقوا عينه. ممكن، عشان ما نظلمش حد من مصر. يمكن هو الواد راح هناك فالدكاتره شالوا له عينه وحطوا له عين بلاستيك وقالوا له يا ابني انت جاي من بلاستيك من غير عينه. يعني هو قالوا له كده وهي عين بايظه. اهو ده شغل بقى الاجندات الخارجيه بقى. الاستاذه هبه اللي مسفراه من هنا هي اللي بتاخد عينه هناك. يا اخوانا ارحموا. دي لا له علاقه لا بتحرير ولا بعباسيه ولا اي حاجه. كان في الميدان، وكان ناس بتتعور وكان بياخدهم يشيلهم ويوديهم، وبيشيل واحد ميت كام. يعني مالوش في السياسه. 16 سنه ولا 17 سنه مالوش في السياسه، 18 سنه مالوش في السياسه. ووالده اهو كان قاعد مالوش في السياسه. والده مالوش في السياسه راخر. طيب هاخد فاصل مع حضراتكم وارجع بعد الفاصل.